قاعده بيانات. فاكرين في حلقه يعني ايه عينه لما قلنا ان العينه العشوائيه هي الطريقه المثاليه لضمان تمثيل عادل للمجتمع؟ الحقيقه اننا مش دايما بنقدر نستخدم العينه العشوائيه، ساعات الظروف بتحكم، يعني لا وقت ولا ميزانيه ولا حتى بيانات كافيه. يعني لو انت بتشتغل على بحث صغير او استبيان صغير في شركه وعدد الموظفين في شركتك حوالي 100,000 موظف، ساعتها بقى هتعمل ايه؟ ساعتها هتضطر تلعب اللعبه بقواعد تانية خالص وتدخل عالم العينات غير الاحتماليه. السؤال بقى هنا، هل العينات غير الاحتماليه دي طريقه موثوقه ولا لا؟ وامتى نستخدم انهي نوع فيها؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول نوع معانا من العينات غير الاحتماليه هو عينه الملائمه او الكونفينينس سامبلينج. هنا ببساطه بتسال الناس اللي سهل توصل لهم مش اكتر من كده. يعني لو انت عايز تعمل بحث عن طلبه في كليتك، انت هتمشي في الكليه بس كده وهتسال اي حد هتقابله. يعني مش هتقول والله الكليه دي فيها قد ايه ذكور وقد ايه ناس فلازم اضمن بقى تمثيل عادل، والله قد ايه في سنه اولى قد ايه في سنه ثانيه. لا، اي حد هتقابله قدامك في المار هتساله مش اكتر من كده. مشكله النوع ده هو مثل السهوله اللي فيه دي. السهوله اللي فيه دي بتسهل طبعا على الباحث شغله، لكن ما بتضمنش اي تمثيل عادل للمجتمع، وفيها تحيز طبعا كبير. بستخدم البحث ده لما اكون بعمل دراسه مبدئيه بس كده افهم بيها الدنيا مش اكتر قبل البحث الحقيقي الميت. تاني نوع معانا من العينات غير الاحتماليه هو العينه القصديه او الجادجمنتال سامبلينج. وزي ما واضح من اسمها كده، هنا بتسال الناس بناء على تقديرك انت الشخصي. يعني بتسال الناس اللي انت شايف المفروض تسالهم. يعني لو انت بتدرس سلوك المستهلك في فئه معينه، هنا بقى تبدا تسال متخصصين في علم الاجتماع، علم النفس او التسويق، او حتى تسال عملاء دايما بيشتروا منتجات معينه. النوع ده بنستخدمه لما نكون حابين نعرف راي المتخصص او في الحالات اللي المجتمع بتاعها كبير ومش واضح اصلا قوي بالنسبه لنا. ثالث نوع معانا من العينات غير الاحتماليه هو العينه الحصصيه او الكوتا سامبل. هنا بنقسم المجتمع محل الدراسه لفئات بناء بقى على العمر، دخل، النوع الاجتماعي، ونبدا نختار من كل فئه الناس بطريقه غير عشوائيه. يعني على سبيل المثال، لو انا عايز اعمل بحث عن استخدامات الناس لتطبيقات الاي اي، وانا قررت او انا شايف ان المجتمع ده 50% منه شباب، 30% منه متوسطين في السن، 20% منه كبار السن، هبدا بقى من كل فئه من دول اسال الناس اللي سهل اوصل لهم بس مش اكتر، من غير اي طريقه عشوائيه في الموضوع. كده في الحته دي هو شبه اول عينه قلناها خالص، وهي عينه الملائمه او الكونفينينس سامبل. الموضوع مبني على السهوله مش اكتر من كده. النوع ده بنستخدمه لما بنكون عايزين نضمن تمثيل لكل الفئات، بس للاسف ما نقدرش نعمل اختيار عشوائي بشكل تام لكل فئه منهم. رابع نوع معانا من العينات غير الاحتماليه هو عينه كره التلج او السنو بول سامبلينج، ولا نعرف دلوقتي تسمى ليه بالاسم ده. اكيد في قاعده رايقه على القهوه كده جالك واحد صاحبك وقال لك احنا عايزين نعمل مشروع ونستثمر بقى. نستثمر ازاي يا عم؟ قال لك احنا هنعمل شجره وانت هتبقى هنا، وانت هتجيب تحتك اتنين، وكل واحد من دول يجيب تحته اتنين، وكل واحد من دول يجيب تحته اتنين، لحد ما الشجره تكبر تكبر وارباحك انت تكبر. طبعا مش محتاج اقول لك ان الناس دي كلها لبست عادي في الاخر. العينه بتاعتنا دي شبه اللي قلناه بالظبط بس من غير ما حد يلبس. يعني هنا بتبدا البحث بتاعك بشخص واحد او بمجموعه صغيره يعني، وكل شخص من المجموعه دي يبدا يرشح لك ناس تانية، وكل واحد يبدا يرشح لك ناس تانية لحد ما العينه بتاعتك تكبر زي كره التلج كده بالظبط. النوع ده بنستخدمه لما بنكون بندرس ظاهره نادره او فيها حساسيات وتحفظات، حاجه زي الطلاق، العنف الاسري، الادمان. هنا بتبدا بشخص تعرفه وسهل توصل له، والشخص ده يقدر يوصلك باشخاص بيمروا بنفس ظروف. هو طبعا بالنسبه لهم محل ثقه لانهم عارفين ان هو في نفس المشكله وفي نفس الدايره. الشخص ده كده اكنه الوسيط بينك وبين باقي المجتمع محل الدراسه، بس طبعا هم هيثقوا فيه اكتر منك لانهم يعرفوه. بنستخدم النوع ده لما يكون المجتمع محل الدراسه صعب الوصول ليه، محتاج مدخل شخصي يوصلك بيه. خامس نوع معانا من العينات غير الاحتماليه هو العينه العرضيه او الاكسيدنتال سامبلينج. هنا الباحث بيسال اول ناس يصادفهم مش اكتر من كده. يعني لو باحث ما بيعمل بحث على مول معين، عايز يعرف راي الناس في المول ده، بيقعدوا قد ايه، بيشتروا منين، بيحبوا ايه ما بيحبوش ايه، هنا هيسال اول ناس يقابلهم مش اكتر من كده. يعني لو هو واقف عند البوابه هيسال اي حد هيعدي من عند البوابه مش اكتر من كده. النوع ده بيشبه اول نوع اتكلمنا عنه خالص وهو عينه الملائمه، وفي باحثين بيقولوا ان هم مجرد نوع واحد مش اكتر من كده. سادس نوع معانا من العينات غير الاحتماليه هو العينه التطوعيه او الفولنتري ريسبونس سامبلينج. هنا بتبقى العينه بتاعتك هي الناس اللي قررت بنفسها وبكامل ارادتها تشارك معاك في البحث. يعني انت حاطط لينك كده ما على الانترنت عايز تعرف راي الناس في منتج معين، هتبقى العينه بتاعتك الناس اللي قررت بنفسها تشارك في الاستبيان ده. مشكله النوع ده ان اللي بيقرر يشارك في الاستبيان بيبقى عنده مشاعر قويه جدا تجاه الظاهره محل الدراسه. يعني يا بيحب المنتج بتاع شركتك قوي يا بيكره المنتج قوي، وده اللي بيعمل فيه تحيز كبير طبعا جدا سواء بالايجاب او بالسلب. فهنا ممكن تبقى النتائج متحيزه او غير معبره عن الواقع اصلا. سابع واخر نوع معانا من العينات غير الاحتماليه هو العينه النظريه او الثيوريتيكال سامبلينج، والنوع ده بنستخدمه اكتر في الابحاث النوعيه او الكواليتيتيف ريسيرش. يعني بنستخدمه اكتر في الدراسات الخاصه بظواهر اجتماعيه معينه لما بيكون
المجتمع محل الدراسه مش واضح بالنسبه لنا اساسا ولا عارفين عنه اي حاجه. يعني لو باحث مثلا بيدرس موضوع زي الطلاق، هو بادئ البحث لا يعرف اي حاجه عن الطلاق، لا عن اسبابه لا عن تفاصيله ولا بيحصل امتى ولا بيحصل ليه، فيبدا كده بعينه صغيره يسال، فيبدا والله الباحث يكتشف ان الطلاق بيحصل اكتر عند سن معين او بعد فتره معينه من الجواز، او بيحصل اكتر مع خلفيات اجتماعيه معينه او خلفيات تعليميه معينه، فيبدا بناء على ده يتعمق اكتر في كل زاويه من دول، يجيب بقى ناس اكتر من السن ده، من الخلفيه الاجتماعيه دي، من الخلفيه التعليميه دي، وهكذا. الباحث اصلا بيعمل كل ده عشان يوصل لاطار نظري قوي ومتماسك لفهم ظاهره ما. طبعا زي ما شفنا العينات غير الاحتماليه ليها مميزات وعيوب، وطبعا مش بتستخدم في كل الابحاث والدراسات او الحالات، لكنها بتكون مفيده بشكل كبير جدا جدا في الدراسات الاستكشافيه او مع المجتمعات اللي صعب نوصل لها، او لما بتكون الموارد بتاعتنا محدوده. بس لازم هنا من باب الامانه العلميه الباحث يوضح ويقول ان النتائج اللي وصل لها ببحثه دي كانت بناء على عينات غير احتماليه، وان النتائج دي غير قابله للتعميم في كل الحالات. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده اللي اتكلمنا فيها عن العينات غير الاحتماليه وامتى نستخدم انهي نوع. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، واتفرج على الحلقات اللي فاتت، وقول لنا في الكومنتات حاببنا نتكلم عن ايه اكتر في المواضيع الجايه. انا احمد عصام ودي قعده بيانات. سلام يا ابو عمرو.